زمان كانت فكرة الفنادق تحت المية مجرد فكرة خيالية، لكن في الفترات الأخيرة تم ابتكار كتير من الفنادق العالمية المجهزة تماما تحت المية، زي مثلا منتجع منتل البحري. ممكن يكون الكلام ده غريب بالنسبة لنا وأول مرة نسمع عن حاجة اسمها فندق تحت المية، لكن في الحقيقة ده بقى واقع، وبقى الفندق بيقدم خدمات مميزة جدا لكل زائر، وده من خلال الإقامة تحت المية والاستمتاع بالشعاب المرجانية الجميلة. والفندق ده بيضم 3 طوابق، وكل طابق منه فيه غرفة نوم رئيسية. والميزة المهمة بقى إن غرف النوم دي مصنوعة من الإزاز عشان نقدر نشوف الحياة البحرية الجميلة. والفندق بيقع في وسط الحفرة الزرقاء المحاطة بمنطقة الشعاب المرجانية لحوالي 50 متر، وغرف النوم تمتد نحو 250 متر بعيدا عن الساحل. والمنطقة دي بتكون محاطة بالشعاب المرجانية اللي نقدر نشوفها ونستمتع بيها من خلال نوافذ الغرفة. والأهم من كل ده إن تكلفة الإقامة في الفندق ده بتبقى حوالي $1500 أمريكي للشخص الواحد، وطبعا ده بيختلف، بيزيد أو بيقل تبع مدة الإقامة. واهتم الفندق ده بوضع إضاءات على زوجين النوافذ، وده عشان نقدر نشوف العالم الخارجي من سطح البحر. والإضاءات دي بتبقى من أهم العناصر الجاذبة للمخلوقات البحرية الجميلة. طب احنا ازاي نوصل للفندق ده؟ الطريق الوحيد للوصول للمكان ده من خلال الرحلات اللي بتغادر من مطارات شرق افريقيا عن طريق زنجبار او دار السلام. طب لو رحنا الفندق ده ازاي هنقدر نعيش وناكل ونشرب فيه؟ في الحقيقة ان منتجع منتا ده بيقدم وجبات على النوافذ الرئيسية اللي بتطل على المحيط، بالإضافة كمان للاستمتاع بوجبات الطعام في حمام السباحة أو الشاطئ. والفندق كمان بيقدم مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية، وفي الحقيقة دي تعتبر واحدة من المغامرات المثيرة جدا في الحياة، وخاصة للي بيحبوا الحياة البحرية والمغامرات تحت الماء. وفي الحقيقة إنها مغامرة شيقة جدا، مش زي ما كنا فاهمين إنها بس حكاية تسلية. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديوهاتنا الجديدة.